تنازلت ملكة جمال المغرب لوصيفتها عن اللقب لأسباب صحية، فتفاجأ كثير من المغاربة بمعرفة أن أصول الوصيفة جزائرية. الكثيرون غضبوا على مواقع التواصل الاجتماعي ليس من أصولها بل مما قالته عن جدتها تحديدا. تحدثت عن مصدر إلهامها وهي جدتها، وقالت إن عائلتها نزحت من الجزائر إلى المغرب وكانت علمت كثيرا من المغربيات الخياطة. Ma grand-mère, Routia Treda, qui est venue au Maroc quand il y avait la guerre en Algérie, avec peu de moyens, avec sa famille, ses frères et sœurs. Elle a grandi dans une famille où elle a appris à coudre, et c'était quelque chose qui était partagé avec ses frères et sœurs. Et à travers le temps, elle a utilisé ça comme une qualité pour aider les femmes au Maroc à construire leur indépendance. هي تفخر بجدتها التي علمت الخياطة لبعض المغربيات حيث كانت تعيش عائلتها في وجدة. Elle les apprenait à coudre. Comme ça, elle trouvait l'autonomie dans leur vie et pouvait avoir un career, un rôle dans la société à eux-mêmes pour ne pas être dans une situation comme beaucoup de femmes marocaines se retrouvent, où elles doivent se marier à un jeune âge et être dépendantes. Et à travers ça, elle a montré l'amour, l'importance de l'autonomie, but most importantly, la valeur du choix, d'avoir le choix. Et j'en suis very grateful. انتشرت عدة هاشتاجات: كوثر لا تمثلني، كوثر ليست مغربية. هناك أيضا مطالبات بسحب بسحبها أو سحب اللقب منها. إسلام يقول هذه الفتاة لا تمثل المغاربة، لا بد من إقصائها تمشي تمثل بلادها. زينب زوزو تقول: لماذا صرحت بأنها جزائرية بعد تتويجها باللقب؟ هناك غاية من هذا التصرف، وقولها أن جدتها من علمت المغربيات الخياطة وعلمتهم الاستقلالية. ما هذا الكلام التافه؟ ربما نسيت أن تقول إن جدتها من علمت المغربيات الطبخ والسباحة وركوب الخيل محمد الناري يقول كلام فارغ، هي مغربية لا تهم أصولها سواء جزائرية أو تونسية أو مصرية. الطيب بن أحمد يقول: الطيب ما جعلهم يتوجعون هو كلامهم عن تعليم الجزائريين للمغاربة، وهذا ليس بجديد. هناك يهودي مغربي كهل يقر أن ما تعلمه المغاربة من تراث وفن وتقاليد كله جاء من الجزائر. التغريدة الأخيرة من طاير لاهور: الجزائر تاج فوق رؤوس كل دول العالم، وهذا ما يجعل البعض يموت من الغيرة والغيظ.